السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نادين نور ستار. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في اتم الاحوال وبكامل الصحه والعافيه. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس اللي معايا منذ البدايه. من المعسلات السهله والاقتصاديه، مقروط بالتمر بدون قلي، حضريه مره واحده، هشيش معسل كيدوب في اليد قبل الفم. مكونات بسيطه ومقادير مضبوطه، طريقه جد سهله والنتيجة في قمة الروعة. ما نطولش عليكم، ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. أول شيء غادي نحضروا عجينة التمر. أنا استعملت التمر اللي كيكون جاهز، عندي هنا 500 غرام. كنختاروا نوعية جيدة. كنضيف لها ملعقة كبيرة من بودرة القرفة، ملعقة كبيرة من الزبدة بحرارة الغرفة، استعملت غير زبدة نباتية، إلا عندكم حيوانية استعملوها. ضفت تقريبا نصف كأس من الزنجلان اللي تيكون محمر شوية، وغادي نضيف 3 المعالق من ماء الزهر، وغادي نعجنوا هاد المكونات حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتكون متماسكه. ضروري تخدموها جيدا باش كتحصلوا على عجينه التمر اللي كتكون رطبه. ملي كيوجد لنا المقروط كتبقى العجينه ديال التمر رطبه، يعني ما كتكونش قاصحه. كنعجنها جيدا حتى كتندمج ليا مع المكونات اللي ضفت ليها. كيف ما كتشوفوا معايا كنعجنها بحال اللي كنعجن العجينه ديال الخبز او المسمن. كنحصلوا على عجينه اللي كتكون رطبه بهذا الشكل، كيف ما كتشوفوا القوام ديالها. يعني كنخدمها بيدي كيف ما بغيت، كنتحكم فيها رطبه ومنسجمه مع بعضها البعض. من بعد غنضيف لها واحد الملعقه صغيره من زيت نباتيه، وكنجمعوها بهذا الشكل هذا. وضروري ما نوضعوا لها بلاستيك غذائي باش كتبقى رطبه ومحافظه على الرطوبه ديالها، باش لان العجينه ديال التمر راها كتنشف، خصوصا الا كانت في مكان كيكون فيه يعني الهواء. غادي نجمعوها ونخطيوها ونخليوها جانبا، وغادي نمشيو باش نحضروا العجينه اللي غادي نحتاجو للمقروط. غادي نحتاج 750 غرام من السميده الرقيقه اللي كنحضروا بها البسبوسه والبغرير والحرشه. كنضيف لها كأس من الدقيق الابيض. كنضيف كذلك ملعقه صغيره من خميره الحلويات، كيس من نكهة الفانيليا، ممكن تعوضوه بنكهة البرتقال. وكنضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق. كنخلطوا المكونات جيدا، من بعد كنضيف لهم ملعقة كبيرة من السكر حبيبات. كنخلطوا كذلك جيدا، وكنضيف كأس من الزبدة اللي كتكون دايبة. بالنسبة للزبدة كندوبوها حتى كيتزول منها الحليب نهائيا. كنبسوا بها السميده ديالنا، من بعد كنضيف نصف كأس من زيت نباتيه، وكنستمروا بهذه الطريقه هذه. كنخلطوا جيدا حتى كتشرب لينا السميده الزبده والزيت. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها كيف كترجع. ضروري تخدموها جيدا. من بعد كناخذ نفس الكأس كنضيف له نصف كأس من الماء، وكنكملوا بماء الزهر، وكنبداو نعجنوا به العجين ديالنا. الا ما كفاناش كنكملوا بالماء عادي. كيف ما شفتوا طريقه العجين ما كندلكهاش، كنجمعها برؤوس الاصابع كيف ما كنعجنوا الحرشه. كيكون القوام ديالها بهذا الشكل هذا. الكميه ديال الماء كتبقى حسب النوعيه ديال السميده، لان السميده راكم عارفين كتشرب لنا الماء، وكل نوعيه والقياس ديال الماء اللي غادي تحتاج. غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق كنقسمها الى قسمين. كناخذ الجزء الاول، والجزء الثاني كنوضعه في بلاستيك غذائي. كناخذ صينيه الفرن القياس ديالها 27 على 34. كنوضع فيها داك القسم الاول ديال السميده، وتنبسطو باليد ديالي كيف ما شفتوا معايا، وكنخليه جانبا. من بعد كناخذ بلاستيك غذائي، كنوضع فيه ديك العجينه ديال التمر وكنغطيه بالبلاستيك، وتنطلقوه بالمدلك بهذا الشكل هذا على قياس صينيه الفرن. من بعد غادي نوضعوه على الجزء الاول ديال السميد اللي وضعنا في صينيه الفرن. كنقادوه جيدا. من بعد غادي نزولو البلاستيك غذائي، هذه طريقه سهله. ثم كناخذ بلاستيك غذائي كنوضع فيه القسم الثاني اللي بقى لي من العجين. كنوضعوه كذلك على التمر، وكنبسطوه باليد ديالنا حتى كيتقاد لنا جيدا.
كنغطيو التمر كله ما كيبقاش يبان لينا في صينيه الفرن. من بعد كناخذ واحد الكاس وكنقوم بهذه العمليه هذه باش ملي ندخلوها للفرن ما تنتفخش لينا. كنقادها باليد ديالي جيدا. من بعد كناخذ سكين وكنبقى نقسمها الاجزاء بالنسبه للشكل كيبقى حسب الرغبه ديالكم. بغيتو تقسموها مربعات او مستطيلات صغيره او مكعبات، الاختيار كيبقى لكم، ولكن كنفضل المربعات باش ما كيضيعوا ليناش دوك الجوانب اللي كيبقاو. ثم كناخذ شوكه او كنبدا نزينها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. تقدروا انكم تنقشوها او انكم تزينوها بالطريقه اللي كتفضلوا نتوما، كل واحد حسب الرغبه ديالو. دائما التزيين كيبقى اختياري. انا فضلت نزينها غير بهذه الطريقه سهله وسريعه وما خدت لياش وقت كتير. كنستمر بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كنبقى نخالف يعني الاتجاه ديال الشوكه. الا خدمت بالطول كان الجهه الاخرى كتكون يعني بالعرض، وكنستمر بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل صينيه الفرن بالكامل. من بعد كناخذ السكين وكنرجع كنمرر السكين في دوك الاماكن الاولى اللي قسمناها بهذا الشكل هذا بالطول وبالعرض كذلك. وفي هذا الاثناء الفرن راه كيسخن على 170 درجه. غادي نشعلوا النار غير من التحت فقط. كيف ما كان الفرن عندكم كهربائي او غازي راه نفس الطريقه. غادي نشعلوا عليه النار من التحت حتى كيتحمر وكياخذ داك اللون الذهبي، ومن بعد غنشعلوا عليه من الفوق حتى كيتحمر. وهذا هو الشكل ديالو. من بعد ما خرجناه من الفرن مباشره وهو مازال سخون كنكون خديت العسل وضفت له نصف كاس من ماء الزهر باش كنخفوه شويه ما يكونش ثقيل، وكنسقيو به هذا المقروط هذا. ضروري يكون العسل يعني غير دافئ شويه ما يكونش سخون، لان المقروط سخون والعسل سخون غادي يتعجل لكم. المقروط سخون العسل خاصو يكون دافئ. وكنسقيو به المقروط ديالنا وكنبقاو ننتظروا عليه حتى كيتشربوا، وكنرجعوا كنضيفوا العسل في الاماكن اللي ما وصلهاش كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنكمل الكميه اللي عندي بالكامل. بالنسبه لكميه العسل خديت هنا تقريبا عندي هنايا 250 غرام ديال العسل. ضفت ليها نصف كاس من ماء الزهر حتى اندمجوا مع بعضهم البعض وسقيت بهم المقروط. وغادي نخليوه كيف ما كتشوفوا معايا كيتشرب لينا هذا العسل هذا. غادي نغطيه بلاستيك غذائي وكنخليه يبات ليله كامله لانه مازال سخون. الا حركتوه دابا راه غادي يتفتت لكم بالكامل. كنغطيه بسلوفان يعني بلاستيك غذائي وكنخليه غير في سطح العمل ليله كامله حتى كيتشرب لينا داك العسل. كيجي معسل ولذيذ وواحد المذاق جد رائع كيف ما غادي تشوفوا معايا. ضروري تغطيوه لان فيه العسل خصو يتغطى باش كيتشرب داك العسل اللي فيه. بعد مرور ليله كامله كيف ما كتشوفوا معايا غادي نزولوا هذا البلاستيك غذائي. كنلقاو ان المقروط شرب داك العسل بالكامل كيتشربوا راه كيجي معسل ولذيذ رائع. غير جربوه وردوا عليا كيف ما شفتوا معايا. غادي ناخذ سكين ومره اخرى كنرجعوا تاني كنمروا السكين في دوك الاماكن دائما باش كيسهل علينا اننا ناخذوا القطع ديال المقروط. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل يعني صينيه الفرن بالكامل. الا كانت عندكم صينيه الفرن كبيره غادي تضاعفوا المقادير باش يجيكم بهذا السمك هذا. يعني راه كيجي السمك ديالو باين ما كيجيش يعني كيكون السمك غليظ شي شويه. غادي تشوفوا معايا الشكل ديالو النهائي راه كيجي لذيذ ورائع معسل وهشيش بزاف. والاهم انه سهل في التحضير بدون قلي يعني في الفرن راه اقتصادي ورائع. وهذا هو الشكل النهائي ديال المقروط اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى انكم تجربوه. من اسهل المعسلات الاقتصاديه بدون قلي في الفرن، سهل في التحضير ولذيذ معلك وهشيش. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو ما شاء الله شارب العسل ومعسل هشيش ولذيذ. غير جربوه وردوا عليا. سهل كيف ما ذكرت لكم بزاف ما كياخدش وقت كتير في التحضير واقتصادي بدون قلي. والاهم انه لذيذ وضروري
يكون في المائدة الرمضانية، لان كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو هو هذا، كيف ما كتشوفوا السمك كيف ما ذكرت لكم على حساب قياس صينية الفرن. غادي تشوفوا الهشاشة ديالو كيف داير وشار بالعسل، كيف ما كتشوفوا معايا هشيش كيدوب. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. لو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساونيش من اللايكات، الله يخليكم والله يكبر بكم. ما تنساونيش من اللايكات ومن التعاليق المحفزه. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ومع الاهل باش تعمل فائده ويستفيد الجميع، وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. شكرا لكم على تشجيعكم ودعمكم، شكرا على كلامكم الطيب وقلوبكم الطيبه. شكرا لكل واحد وكل وحده خدات من وقتها باش تشوف الفيديو. اشكركم جزيل الشكر. واللي كيشوف القناة أول مرة نتمنى يشترك فضلا وليس أمرا، ويفعل الجرس باش يتوصل دائما بالجديد. عواشركم مبروكة والسلام عليكم.